السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جينا مع بعض تحليه حلوه قوي. هنعملها كده، مش هتاخد في ايدينا 10 دقايق. هنعمل كيكه بصوص الشوكولاته او صوص الجناش، هنعمله بطريقه حلوه قوي. إيه، خليك كده معايا لاخر الفيديو علشان تشوفي الطريقه. اول حاجه كده هنقول بسم الله، ومعانا 2 كده بيضه اهو. طبعا البيض يا جماعه بيبقى بدرجه حراره المكان، ما بتطلعوش من التلاجة، تستخدميه على طول علشان ما يبوظلكيش الكيكه. بننزل عليهم هنا بقى بنص معلقه صغيره كده من الفانيليا، وبننزل كمان بنص كوبايه من السكر اهو. وبنضربهم بقى كويس جدا في الخلاط او بالهاند بلندر المتوفر عندك، او لو مش متوفر ممكن تستخدمي المضرب اليدوي، مفيش مشكله خالص. بس ده هياخد معاكي وقت شويه، لان احنا هنا بنبقى عايزين لونها يبقى فاتح خالص، وكمان عايزين ملمسها يبقى زي الكريمي كده. طبعا الخطوه دي مهمه جدا في عمايل الكيكه يا جماعه. لازم كده. بصي انا كنت هنا بوريكي اهو، بوريكي ان لونها بيفتح معايا. كل ما لونها بيفتح معاكي انت ما بتوقفيش ضرب خالص، غير لما خلاص كده بيكون اللون اداكي لون فاتح، وبيبقى كمان ملمسها بقى عامل زي الكريمي شويه كده اهو. هنا بقى بننزل عليها بكوبايه الا ربع من الحليب الدافي، وبنحط كمان نص كوبايه من الزيت اهو. وبنضربهم كويس جدا في المضرب كده، بالمضرب او بالهاند بلندر او بالخلاط. وبنحط هنا بقى معلقه كبيره من الخل، وبننزل عليهم بكوبايتين من الدقيق. طبعا بنكون نخلينه كويس جدا يا جماعه، بس هنا انا كنت بنخله قدامكم كده اهو. انا معايره كوبايتين ونخلتهم. هنزل عليهم بقى بمعلقتين كبار من الكاكاو الخام اهو، ومعلقه كبيره من البيكنج باودر اهو. بصي حاجة كده سهلة خالص خالص بجد. بنبسط الامور علشان ما نكسلش ونقول لا ده الكيكة بتاخد وقت معانا، لا ده بتاخد مجهود، لا خالص. بصي كله في خطوة واحدة، حاجة كده مفيش اسهل من كده خلاص. وطبعا بننزل بذرة الملح يا جماعة، دي اساسي. وبنقلب كله كده بقى. بنكون طبعا وقفنا الخلاط خلاص او الهاند بلندر، وبنستخدم هنا المضرب اليدوي اهو. بنقلبها كويس جدا زي ما انت شايفة كده، لحد ما كل الخليط كده يتجانس مع بعضه. هنا بقى طبعا انا كنت لقيت الخليط كده حسيت ان هو تقيل شويه، فمفيش مشكله خالص يا جماعه. طبعا احنا بنخفه شويه سواء بلبن او بميه. طبعا انا هنا هخفه بشويه ميه صغيرين كده، معدل ربع كوبايه ميه صغيرين كده، وهقلب وهشوف لحد ما الخليط معايا يظبط اهو زي ما انت شايفه كده. طبعا هنا انا خلاص كده مش هحتاج احط حاجه اهو. صلوا على النبي يا جماعة عليه أفضل الصلاة والسلام. وطبعا ده فضلا من حضراتكم وليس أمرا، الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد احنا بنقدمه. وبجد يا رب كل فيديوهاتي كده اللي انا بقدمها لكم تكون بتعجبكم، وتكونوا كمان بتستفادوا منها. هنا بقى خلاص كده كنا خلاص جبنا بقى البايركس، بتدهنيه كده حته من الزبده. عايزه تبدريه بالدقيق بدريه، مش عايزه خلاص. انا هنا ما بدرتوش، انا هنا حطيت الزبده بس، ونزلت عليه بكميه الخليط كده كلها اهو زي ما انت شايفه كده. طبعا بتكوني مسخنه الفرن قبليها ب10 دقايق كده او حاجه، علشان تحطي فيها الصينيه بتاعتك على طول اهو. انا بس بنزل كل اللي فيها كده. هبدأ بس اطلع كده منها الهوا اهو زي ما انت شايفة، وهدخلها الفرن على طول اهو بس كده. هتطلع بقى من الفرن زي ما انت شايفة اهو. بصي جميلة ازاي. ممكن تاكليها كده، يعني ممكن ما تعمليش ليها صوص ولا اي حاجه، وممكن تعمليها كده. بس بقى النهارده انا جايه اعمل لك صوص الجناش، عايزه اقول لك حلو جدا وهنعمله بطريقه سهله خالص. معانا كده كوبايه ونص من اللبن، وبننزل عليهم كده بمعلقه كبيره من الكريمه، ونص معلقه من النشا، ومعلقه كبيره من الكاكاو الخام اهو. وبنقلبهم كويس جدا. وطبعا معانا معلقتين من السكر، وبنقلبهم كويس جدا كده. كل ده على البارد يا جماعه اهو زي ما انت شايفه كده اهو. بنقلبهم كويس جدا جدا. طبعا بنكون بقى هنا جايبين 3 معالق كبار من الزيت اهو زي ما انت شايفه كده، وهنقلبهم برضو تقليبه كده كويسه مع بعض. ومعانا بقى هنا بمعدل 80 جرام من الشوكولاته الخام
اي نوع شوكولاته انت بتحبيه حطي 80 جرام عليها، وبنحط كل ده بقى على النار كده، وبنفضل نقلب فيه كويس جدا لحد ما الشوكولاته معانا تسيح كده مع الخليط ده، ويبدأ الخليط كمان يتقل معانا اهو. هنا بقى كان بيتقل كده زي ما انت شايفه كده. ده اسهل طريقه للجناش، عايزه اقولك حلو جدا جدا. بصي حاجه كده وطعمه حلو جدا جدا كمان اهو. ده هنسقي بيه الكيكه كده، وممكن تستخدميه للتورت كمان، للجاتو، بينفع لحاجات كتيره جدا. هنا بقى انا طبعا قلت هقطع الكيكه قبل ما انزل عليها كده بالصوص اهو، عشان طبعا القطع كلها يبقى فيها كده صوص اهو. خلاص كده قطعناها، هننزل بقى عليها. طبعا هي كانت بارده خالص يا جماعه، انت بتستني عليها لما تبرد خالص، وبننزل بقى عليها كده بالصوص وهو سخن عشان يبدا كده يخش جوه الكيكايه كده. عايزه اقول لك حاجه، كانت طعمها حلوه جدا. جربي الوصفه دي وجربي الطريقه دي، عايزه اقول لك هتعجب ولادك جدا، وحاجه حلوه ما بتاخدش في ايدك وقت خالص، ومش هتاخد معاكي وقت خالص خالص. هنا بقى كنا طبعا حطيناها في التلاجة واستنينا عليها لحد ما بردت خالص. كان عندي بقى هنا كده شويه من اللوز، قطعتهم حتت صغيره وحطيتهم عليها كده، نوع من انواع التزيين. لو مش عايزه تحطي مفيش مشكله خالص. لو عندك فرماسيلا ممكن تحطي، لو عندك اي فاكهه مجففه ممكن تحطيها. بصي مش مفيش مشكله خالص، لو مش عايزه تحطي حاجه خالص هي برضو زي الفل كده. هنا خلاص بقى انا كنت قطعت لكم كده قطعه. بصي الكيكه اصلا ذات نفسها حلوه جدا وعاليه، وتحسي انها كده هشه من جوه وجميله جدا جدا. جربي الطريقه بتاعت الكيكه دي، وجربي كمان طريقه الجناش ده، هيعجبك جدا جدا. وحاجه حلوه كده للولاد هيفرحوا بيها كده، وتنفع بقى للفطار، تنفع لحاجه حلوه تبقى لضيوفك لو قدمتيها لضيوفك. حاجه جميله جدا وحاجه حلوه في البيت كمان.